لكم قصة سمعتها قريبا تنفعنا، ولولا ما فيها من نفع لما أرويها لكم. قبل 3 أيام تحديدا، 3 أيام أو 4، أحد الأفاضل ومعه جواله يريني تواصلا بينه وبين داعية في بلده في دولة أفريقية، وذكر لي أن ذلك الداعية له جهود كبيرة في الدعوة، وذكر لي ملخصا للحوار الذي بينه وبين ذلك الداعية في تخطيط لما يقدمونه من دعوة في رمضان، نفعل كذا ونفعل كذا، والأوقات التي يكون فيها برامجهم، يعني تواصل في ماذا يقدمون في رمضان. قال هذا من أسبوع وأنا يوميا بيني وبين تواصل كل تخطيط لرمضان. قال وأخبرك أنه اليوم توفي. هذا من الدعاة، وكان يخطط لهذا الرمضان الذي ننتظره نحن، ويرتب ماذا يقدم للمسلمين من أعمال ونصائح ومواعظ، وهي تكتب له بإذن الله سبحانه وتعالى. وحالت بينه وبين رمضان المنية، وكان يخطط خيرا عظيما يقدمه في بلده لإخوان المسلمين في رمضان، وهو يخطط ما كان يعلم أنه لن يكون من أهل هذا الرمضان. فمثل هذه المعاني، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى. هذا من أعظم الأمور التي تعين العبد على تزكية نفسه وإصلاحها. حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال كلاما معناه: لو غفل قلبي عن الموت لخشيت أن يهلك علي قلبي أو يفسد علي قلبي. فذكر الموت صلاح للعبد، ذكر الموت وتذكير نفسه بالموت صلاح له بإذن الله سبحانه وتعالى.